السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير والعافية. وش حالكم؟ عساكم طيبين. وشلونا عنكم وعن أوضاعكم؟ الله يجعلكم بخير وعافية وفي خير دائم يا رب العالمين. مبارك عليكم الشهر، والله يعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية في أحسن حال وفي أحسن صحة. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم عندي لكم قصة، والقصة هذه ناخذ منها العبرة والفائدة، انك لا تحرم عيالك من شيء عندك، لا تحرمهم، عطهم. لا مت ما ادري يقولون الله يرحمه ولا لا. هذا ولد عمره 15 سنة، اسمه علي، وفيه واحد يشتغل في عتيقة في سوق الخضرة، عنده بسطة، يعني أوضاعه المادية تقدر تقول 10%، يعني ما هو بذاك لكن مستور حاله. ويجيك أحمد، يجي علي ذا طال عمرك والسلامة حمالي يدف عربية، ويشوفه أحمد راعي البسطة وهو يسابق على الزباين ورجال حرك. فصار أحمد إذا جاه زباين يناديه يا علي تعال حمل، يود له الخير. المهم يوم ورا يوم يوم ورا يوم قال أحمد ميد علي يا علي أنا بوديك اليوم البيت، بنتعشى سوا ووديك البيت. قال لا أنا بتعشى في البيت. قال يا رجال العشاء على حسابي. قال دام على حسابك تم. والله خلصوا يومهم، يوم خلصوا يومهم حمل علي عربيته في سيارة أحمد ونيت غمارتين وراحوا. يوم منهم على العشاء قال أحمد ميد علي يا علي أنت وش وضعك؟ أشوفك حرص على التحميل وكذا. قال والله أنا أصرف على شايب وعجوز. أي وحالتنا حاله. المهم أحمد وداه للبيت. يوم وداه البيت كان في حي الغنامية، ولا بيت طين وحالة حاله ولا عليه إلا لمبة صفراء. أي المهم انه رحم حاله أحمد، وصار له بقى فواكه عند أحمد يعطيها علي، يوديه للبيت ويعطيها إياه. المهم صار بين أحمد وعلي ياخذوا عطاء، وصار علي ياخذ من أحمد 70 ريال سلف ويرد له بعد يومين، 100 يرد له بعد 3 أيام، وهكذا. يوم جاء يوم من الأيام ويتوفى أبو علي، ويقف أحمد معه وقفة أخ. 3 أيام العزاء ما فارقه، ويوم خلص العزاء وهو يعطيه 500 ريال. قال هذه 500 ريال أن احتجت شيء أنت ولا والدتك، ورجعها لي بعدين. قال بيض الله وجهك وكثر الله خيرك. المهم أخذ الأسبوع الأول علي ما جاء، والأسبوع الثاني علي ما جاء، والأسبوع الثالث علي ما جاء. راح الكبين طال عمرك والسلامة ويدق على التلفون، لا والله ما حد يرد. أول ما طلعت الجوالات ذيك الأيام، ويدق على جوال علي ولا هو مقفل. مالكم في طويل فايدة. راحت 3 شهور، وبعد 3 شهور ويجي اتصال لأحمد، سلام عليكم السلام. قال هلا من معي؟ قال معك علي. قال يا قاطع وين ذي القطيعة؟ 3 شهور ما ادري عنك، وين انت يا اخوي؟ وش السالفة؟ وش اللي جرى؟ وش اللي ما جرى؟ قال
سالف تنخلها على الله. أبى أعطيك عنوان وتعال لي عليه. المهم وهو يوصف له عنوان طال عماركم والسلامة، لا العنوان في الخنشليلة. الخنشليلة ذيك الأيام حي فاخر ما يسكنها إلا عرب هاي. ويروح أحمد على العنوان. يوم وصل العنوان لا والله ذاك البيت اللي ما شاء الله وقدامها سيارة جديدة. وهو يدخل دق الباب وطلع لها علي. ارحب يلا حي اقلط. ام علي صارت تعد احمد مثل ولدها بسبب ايش؟ فضل الله ثم فضايله عليهم في السنين الماضية. المهم قال احمد علي وش ذا البيت؟ قال اقلط ونعلمك داخل. دخل المجلس. لا والله هذه ام علي وعلي. قالت ام علي يا احمد الله يرحم اثنين جابوك ويبيض وجهك على وقفاتك مع ولدنا وعلى جمايلك وعلى علومك الغانمة. اليوم تشوف البيت ذا والسيارة اللي برا، هذه هدية لك منا. قال لا اله الا الله، من وين جاكم ذا الخير كله؟ قال علي اسأل الله ان الله لا يرحم ابوي، استغفر الله العظيم. قال فليه؟ قال ابوي توفى وبعد 3 أيام ويدقون علينا المحكمة او عفوا البنك، قالوا فلان وينه؟ قال علي ابوي توفى. قالوا تعال راجعنا في البنك. راجعهم علي في البنك ولقى رصيد ابوه 60 مليون ومعيشنهم في فقر وفي جوع وفي هم وفي غبن وفي حالة الزرا والعراء. فيقول علي الله لا يرحمه بسبب انه عيشنا في هذه العيشة. اليوم هذه هديتك، البيت ذا والسيارة ذي يا احمد، والله يبيض وجهك ويجمل حالك. الله شوف صنايع المعروف من احمد كيف خلت علي يرد له الجميل، وشوف صنايع الشر من ابو علي كيف خلته يقول الله لا يرحمه. فالنصيحة لكل اب او اخ او اخت او ام، عندك شيء لا تبخل على عيالك، لا تبخل على عيالك، عزهم واكسهم وعيشهم عيشة ترفع الراس. بتموت والله ما انت مدخلنها معك. الله هذه قصتنا لهذا اليوم، وسلامتكم وطولة عماركم والشر يتخطانا وياكم، وعلى طريق الحق سدد ويانا وياكم خطاكم. استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي امان الله ورمضان كريم.